طيب انا في نقطه بذكرها وانا اعترضت عليها من يوم اللي اتقالت فيه. في نقطه بذكرها مهمه جدا. قد يجي البعض يقول لي يا احمد ضياء عبد الرحيم ما عنصري، انت بتتكلم ساي او كلامك ده كذب او. انا هقول لك اول مره انا قابلت فيها عبد الرحيم حمدان دقلو، اتحدى الحريه والتغيير يجي يقولوا ان احنا قابلنا فلان الفلاني ويشرحوا التفاصيل، اتحداهم. اول مره انا قابلته الزول ده بيتكلم ساعتين ونص، ما تكلم عن مشروع وطني ولا تكلم عن انقاذ دوله ولا تكلم عن البلد دي بتمشي كيف. ساعتين ونص كان بيتكلم عن انه ضروره حكم البقاره وضروره حكم المسيريه والرزيقات والتعايشه والهبانيه والحوازمه واولاد راشد اللي هم العطاوه. يا اخواننا في انا ما اعرف، لكن في بلد بتتبني بالشكل ده؟ بس انا ده سؤالي، في بلد بتتبني بالشكل ده؟ هل في بلد بتقوم لقدام وبتصبح دوله خلاص يشار اليها بالبنان وبتنهض من بعد دمار؟ ما ديل الراواندين اتعنصروا بيناتهم وابوا ينسوا الزعل البيناتهم وركبوا راس واي زول شايل على نفسه من الثاني لغايه ما البلد ماتوا فيه اكثر من 1,000,000 شخص، حتى بعد ذاك اتبنت من جديد. يلا لما ماتوا ال1,000,000 شخص الارواح دي ربنا ما بيسال فيها؟ الارواح دي ما حار على اهلها؟ الخراب يعني كده كويس؟ كويس كده كويس؟ دي اسئله خلاص، دي اسئله مهمه جدا. في خطاب بيتكلم فيه عبد الرحيم عن انه انا عبد الرحيم لو مت او لو حميدتي مات، حميدتي ذاته قاعد يقول الكلام ده بالمناسبه، لو انا حميدتي مت ولا عبد الرحيم مت الدم يدور من الشمال. الكلام ده عنصري جدا، والكلام ده نذر بتاعت حرب اهليه، والكلام ده ما مقبول. وانا ابديت رايي فيهم اليوم الاثنين قبل اليوم بشكل مباشر، ولو ما ابديته ما بقدر اجي اطلع بطول اللسان ده واتكلم الان. انا قلت لك انا بتكلم كلام قد يجيب لي طلقه على مستوى الراس، والله يموت وانا راضي، والله يموت وانا راضي كويس، وربنا يغفر اي خطا قبل اليوم، ربنا يغفر، بموت انا راضي. يلا الكلام ده ما بيصنع دوله، الكلام ده خطير جدا، الكلام ده زرع بتاع بذور بتاعت كراهيه وكانك بتهدد الاطراف الثانيه. يعني لما عبد الرحيم يجي يقول تاني كان انا مت ولا حميدتي مات بس موت الله نحن حنحرق الشمال ونحن، انت قال الشمال ده برضه ما فيه رجال، يعني ما فيه مقاتلين، انت فيها قبيله في السودان ده ما فيها رجال ولا ما فيها. انا لو كذاب في كلامي ده والله ما بخلوني، والله انا لو كذاب ما بقدر اقول الكلام ده وانا في الخرطوم كويس. وحتى الكلام اللي اتقال ده داخل القصر في جهات سربت المقابله دي وقاعده وردودنا فيها قاعده ومن المعارف، وبيقولوا يا احمد يا اخي عبد الرحيم دقلو هو في النهايه ابن عمك، عبد الرحيم دقلو هو من مكونك القبلي كويس، ما ممكن تقوم تنقده تخدم خطوط ثانيه او مصالح ثانيه باتصالات. يعني الناس اللي هنا في السودان والبعض راسلنا عبر الواتساب وغيره يتكلموا عن النقطه دي. يا اخواننا اداره الدوله ما فيها ودعم وما فيها ودخل، نكون واضحين جدا. احنا انتقدنا عمر البشير حكم الدولة دي بالقبيلة وبالعنصرية، ما كل اهله حكم بهم، جزء كثير من اهله فقران وتعبان وجزء من اهله كان ضده، وحتى اهله من اوائل الناس اللي قاموا ضده حتى كويس في الثورة. لكن بالمقابل كويس نحن رفضنا عنصرية عمر البشير. اللي بيخلينا نقبل عنصرية أسرة دقلو شنو؟ إذا إنه حجتك الهامش كان مظلوم طوال السنوات اللي فاتت، وإنه يا أخي الحروبات وإنه تعال أحكم بالعدالة، تعال أحكم بالعدالة، ما تحكم بالإقصاء ولا تحكم بالانتقام ولا تحكم بالتهميش. أنا بتكلم الكلام ده لأنه أكتر زول قاعد يسوق فهم الآن لكل الناس عن إنه نحن لازم نحكم وناس الشمال ما يحكموا هو عبد الرحيم دقلو. الكلام ده أنا بقوله عارف إنه هل الكلام ده صح ولا ما صح، يعني ما الكلام ده انا قالوا لي شخصيا يعني كويس، قالوا قلت له بالطريقه دي بنقدر نحكم كويس. الكلام ده ما قالوا، انا ما بقول لك كلام ساكت يعني، وانا بقول الكلام ده قاعد جوا الخرطوم. انا لو كذاب ده يفتح بلاغه ولا يرسل عسكري يدي طلقه، فهمت؟ الكلام ده ما حقيقه. فيا اخي نحن كلامنا في كيف نبني دوله. فرجاء يا ساده المجد الكرام كل الاهل كل لكم الحب والتقدير والسلام واي حاجه كويس، لكن يا اخي لما نتكلم عن مشروع دوله وطنيه وعن مشروع بتاع بناء دوله ذات سياده نبعد فيها من المحاصصات بتاعت الاهل والاقارب. نحن ما جبنا من الحريه والتغيير عنصريتها ولا جبناه من عمر البشير، ما حنقبله من اسره دقلو، ما حنقبله، ودي حقائق. يعني ما تحاولوا تقنعوا الناس انه لا الليله الدعم السريع اي معلش فيه 67 قبيله 70 قبيله اوكي ممكن نقول مؤسسه قوميه، لكن قيادته ما مؤسسه قوميه، والطريقه اللي بيتعامل بها عبد الرحيم وحميدتي والجماعه ديل ما قوميه.
هي تمكين لاسره دقلو. انت ود فلان، هي تعال نديك كده، انت ود فلان تعال نديك لواء، وانت ود فلان تعال نديك مقدم. الشغلانه دي كده ما ممكن وما مقبوله. وقلنا المره اللي فاتت انه حميدتي فرض انه عبد الرحيم لازم يجي وزير دفاع، والكلام ده استفز القوات المسلحه. انتوا عارفين لو كان عينوا عبد الرحيم دقلو وزير دفاع، الذخيره بتدور قبل ما يقرا بيانه بتاع وزير الدفاع. انتوا عارفين البلد دي حتمشي لوين؟ يا اخوانا لما نتكلم بمنطق. ما ده ضابط مشى اتدرب 20 سنه، مشى اتدرب وسوى 20 سنه بيخدم في القوات المسلحه. انت تجي في لحظه تقول له والله ده زول جبنا لك الليله. ما هو عبد الرحيم لو مسكناه ده عقيد، من عقيد طوالي رجعوا عميد، بعد ذاك لواء ولا فط عميد تقريبا لواء. لما جات الثوره دي ادوه فريق في انت ما بيقبلوا لك الناس. يعني حتى لما يرجعوا لعمرك مواليد 73 ما ده عمر بتاع عقيد، ما واصل عميد يمكن الا ما شذ وندر. فكيف انك تكون فريق كويس؟ وحتى حميدتي مواليد 76 ما ممكن يكون فريق اول. يلا الكلام ده الان خالق مشكله كبيره جدا كويس. لما انا بتكلم فيه يا اخي دي حقائق يجب انها تتقال. البلد دي ماشيه، الناس اللي بيقعدوا يغلطوا في الكلام ده ما عارفين. وفي جزء كثير بيقول لك خلي الموت يدور جوا الخرطوم. يدور جوا الخرطوم ليه؟ يدور في السودان ليه؟ نفقد ارواح ليه؟ كتب على الشعب السوداني انه يتحرق؟ كتب على الشعب السوداني انه يموت؟ نفترض مثلا انه الحرب قامت لا قدر الله يوم من الايام، كان زمان قامت في دارفور في كردفان، للان شغاله ليه؟ وين شغاله؟ هل بالضروري تولع في سنار برضه؟ هل بالضروره تولع في الخرطوم؟ هل بالضروره تولع في بورسودان؟ هل بالضروره تولع في نهر النيل؟ ما دي حقائق يا جماعه. ما انت ما ممكن يعني هسه كورونا كان جات في الخرطوم ضروري تمشي النيل الابيض؟ ضروري تمشي النيل الازرق؟ دي ما حقائق لازم تتقال كويس. دي حاجه ما استسلمت. وممكن يا عبد الرحيم يقوموا يمثلوا لك استسلمنا، يقول لك دور البلد. والله العظيم 10 دقائق ما تقدر تدورها. والله العظيم يا اخواننا. انتوا قايلين القحات الليله فشلوا ليه؟ زي ناس ولا البوشي وشنو شنو بتاعين المظاهر ديل. يا اخواننا الدوله دي امري بيختلف عن اللايفات، بيختلف عن اركان النقاش، بيختلف عن التلفزيون، عن هو يا زول دي مؤسسات ممكن وزير 3 شهور يدخل كورس عشان يعرف كيف يدير الاجتماعات. فهمت؟ الكلام ده داير زول مؤهل، داير زول مدرب جدا. هو الزول المؤهل وخريج وتعبان وشنو حيتعب فيه عشان يفهم الموضوع ده تماما. الزول ذاته الجاي جاهز من هناك حيتعب في الكلام ده. لما انت تقول لي يا اخي انت الليله بس داير تركبها للناس كده رجاله بالسايد كاب ما بالبوري، طبعا لا ما حتقدر تلبس البوري، ما حتقدر تلبس البوري. اقول لك اتحداك فيها. لبستك البوري اقرب زول حيقول لك دفعتك منو يا الاخو؟ حتجاوب تقول له شنو؟ حتجاوب تقول له شنو؟ كلام كثير، كلام كثير. واللي في بطننا يا جماعه اللي في بطننا غريب. وفي كلام كثير انا حاتكلم عنه، في كلام كثير. انا لو ما اتقتلت ولو اتقتلت بعتبره كفاره عن اي خطا انا سويته في الفتره اللي فاتت دي كويس. لكن لو ما اتقتلت في ملفات مهمه جدا حاتكلم عنها، وحاواصل في موضوع عبد الرحيم وامواله، وكيف انه اقصى ابناء حمومته، وكيف سوى وفعل وترك لغايه ما وصل المرحله دي. وحمايتي كذلك كويس. وما حنسكت في الكلام ده الا لو اتقتلت. اسمعوا الكلام ده كويس. نحن لما قومنا الثوره دي مرقنا الشارع الوقت داك عبد الرحيم دقلو بيفتش عشان يقابل عمر البشير. حميدتي الوقت داك قد يكون هو على تواصل، لكن عبد الرحيم دقلو ما بيقدر الوقت داك يتواصل مع البشير. لا يقدر يعملوا البلد دي هم الحاكمين وهم كل الحكم عند العقليه دارين نحكم دوله البقاره، وباقي السودان يمشي وين؟ حتى وإن أخطأنا في يوم من الأيام الآن نحن بنرجع وبنقول القومية هي العنوان والوطنية سلام وأمان. اللايف ده يا جماعة ما تحرموا منه زول، ما تحرموا منه زول. زي اللي بيساورني إحساس كده من بعيد لعلي لا ألقاكم بعد لايفي هذا، زي اللي بيساورني إحساس زي ده لعلي لا ألقاكم بعد لايفي هذا.